السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشرحو مجموعة ديال الأسئلة جديدة في امتحان رخصة السياقة بطريقة بسيطة ومفهومة لكل واحد باغي ينجح من أول مرة. غادي نعطيو تفسيرات صحيحة لكل سؤال مع النصائح المهمة تساعدك باش تفهم القواعد ماشي تحفظها. يلا تابع معايا حتى النهاية وما تنساش اللايك والسبسكرايب للقناة باش يوصلك كل جديد. أين يجب توجيه النظر لتفادي الإبهار؟ لوحة القيادة، الجنب اليمين ديال الطريق، في طريق مستقيمة، الجنب ديال اليسار د الطريق. الجواب الصحيح هو رقم جوج. هاد السائق اللي قدامي نسى الطريق مشغول وعاميني، يعني في هاد الحالة خصني نشوف في الجنب ديال اليمين ديال الطريق ونعطيه إشارة باش يطفيه، حيت إلا شفت في القدام ولا شفت في لوحة القيادة ولا شفت في اليسار غادي نتهمه وبالتالي ما نقدرش نشوف الطريق. يعني أحسن حاجة نديرها في هاد الحالة هي نشوف اليمين، والإبهار كيدوم في العين لمدة ديال 5 ثواني. كاين سؤال كيتحط في الامتحان تيقول كم مدة الإبهار في العين؟ المدة اللي كيبقى فيها هي 5 ثواني. في هاد الحالة خصني نشوف الجنب ديال الطريق. الجواب الصحيح هو رقم جوج. دوز السؤال الموالي. السؤال الثاني: ما هي درجة المخالفة عند القيادة بسرعة 99 داخل المدينة؟ الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة. الجواب الصحيح هو رقم واحد، الدرجة الأولى. في هاد الحالة حنا تنسوقو ب99 وداخل المدينة مسموح لنا نسوقو ب60، يعني حنا فايتين السرعة ب39 وبالتالي 39 الدرجة الأولى فيها خصم 4 ديال النقاط وغرامة 700 درهم. الدرجة الأولى كتكون ما بين 30 حتى 49، و30 كتكون فيها استثناء. 30 كتخصم لينا جوج د النقاط، أما فوق من 30 كتخصمو لنا 4. في هاد الحالة الجواب الصحيح هو رقم واحد، حيت فايتينا ب39 وبالتالي الدرجة الأولى. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثالث: ما هي درجة المخالفة عند القيادة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة في داخل المدينة؟ الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة. الجواب الصحيح هو رقم جوج. في هاد الحالة حنا فايتين السرعة ب20 كيلومتر في الساعة، داخل المدينة كنسوقو ب60. هاد الحالة تنسوقو ب80 يعني فايتينا ب20 كيلومتر في الساعة، وبالتالي هادي مخالفة من الدرجة الثانية وما فيهاش خصم النقاط. 20 متيكونش فيها خصم النقاط، فوق من 20 21 الفوق كتكون جوج د النقاط. مخالفة من الدرجة الثانية فيها جوج د النقاط، وهادي مخالفة من الدرجة الثانية وما فيهاش نقاط. يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الرابع كيقول: ما هي درجة المخالفة عن القيادة بسرعة 75 كيلومتر في الساعة داخل المدينة؟ الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. الجواب الصحيح هو رقم 3، الدرجة الثالثة، حيت في هاد الحالة حنا فايتين السرعة ب15 داخل المدينة كنسوقو ب60 وأنا فايتها ب75 يعني فايتها ب15، يعني من أقل من 20 كتعتبر الدرجة الثالثة، وصلنا ل20 الفوق تتعتبر الدرجة الثانية، من 30 الفوق الدرجة الأولى، ومن 50 الفوق كتعتبر جنحة. يعني الجواب الصحيح هو رقم 3 وما فيهاش سحب النقاط. دوزو للسؤال الموالي. السؤال كيقول: أين يمكن لي استعمال مثبت السرعة؟ داخل المدينة، طريق السيار، طريق الجبلية. الجواب الصحيح هو رقم جوج. مثبت السرعة تستعمل خارج المدينة، حيت مثبت السرعات كيعمل على أن تنضبطو السرعة في شي رقم محدد، بحال بغينا نسوقو ب60 تنضبطو على 60 وكنهزو رجلينا على الأكسيلاتور غتبقى غادا الطونوبيل بنفس السرعة 60 واخا نأكسيليروش كاع. وبالتالي هاد المثبت السرعة ولا ضابط السرعة عندو جوج مصطلحات كتستعمل خارج المدينة. ميمكنش لينا داخل المدينة نثبتو ليه السرعة حتى نحتاجو نوقفو ونزيدو ولا كان ازدحام، أما خارج المدينة كتكون الطريق مطلوقة وبالتالي يمكن لنا نديرو ضابط السرعة. يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج. السؤال السادس: باش نزيد سائل خاص بمساحة الزجاج نوضعو في الخزان؟ رقم واحد، رقم جوج، رقم 3.
الجواب الصحيح هو رقم واحد. السائل الخاص بمساحة الزجاج كتوضع ديما في رقم واحد. رقم جوج، خزان ديال ماء التبريد المحرك. رقم ثلاثة كنوضعو فيه الزيت ديال المحرك، يعني في هاد الحالة سولونا على سائل خاص بمساحة الزجاج، يعني راه غنوضعوه في الخزان رقم واحد. الجواب الصحيح هو رقم واحد. السؤال السابع: الزر اللي كيمكن من تدوير الهواء في السيارة هو زر واحد، زر جوج، زر ثلاثة. الجواب الصحيح هو رقم جوج. الزر اللي كيمكننا من تدوير الهواء في السيارة هو رقم جوج. والزر اللي حداه رقم واحد هذاك كنشعلو به المكيف ديال الهواء. أما في هاد الحالة حنا سولونا على الزر اللي كيمكن من تدوير الهواء في السيارة، كنديرو لهم رقم جوج، هادي هي العلامة ديالو. الجواب الصحيح هو رقم جوج. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الثامن: يمكن لينا من بعد ما وقعنا على المعاينة الودية نقومو بالتغيير عليها؟ نعم، لا. الجواب الصحيح هو رقم جوج، لا. من بعد ما تنوقعو على المعاينة الودية منسموحش لينا نغيرو فيها، حيت صافي وقعنا، بالتالي صافي راه وافقنا على أن هاد المعلومات اللي عطاينا راه كلها صحيحة. كيوقع الطرف الأول والطرف الثاني. والمعاينة الودية كتستعمل دائما ها في الأضرار المادية، أما الأضرار الجسمانية ما كتستعملش المعاينة الودية. تتستعملها في الحالة اللي إذا تضررت المركبة وما طراش شي حاجة للراكب. يعني الجواب الصحيح هو رقم جوج في هاد الحالة. إلا وقعنا على المعاينة الودية ما كيمكنش نغيرو فيها، صافي كتكون صافي واجدة في هاد الحالة. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال التاسع: المدة الأقصى لإرسال المعاينة الودية لشركة تأمين؟ شهر، شهرين، 5 أيام. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. أقصى مدة باش نقدروا نرسلوا المعاينة الودية لشركة التأمين هي 5 أيام. إلا فاتت 5 أيام في هاد الحالة راه ما تتبقاش لايقة. يعني الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال العاشر: العمق الدنيوي للنقوش اللي تيكونوا في العجلة هو 1 مليمتر، 2 مليمتر، 1.6 مليمتر. الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة. هاد العمر الدنيوي تيتسول بزاف في الامتحان، والعمق الدنيوي ديما إلا سولوك على العمق الدنيوي خصك تقول لهم 1.6. هادي خاصها تحفظ. العمق الدنيوي للنقوش هو 1.6، ما خصهاش تكون قل من 1.6 وما تزيدش على 1.6، حيت إلا كانت قل من 1.6 يعني هاد العجلة راه تمحات، النقوش ديالها خاصها تبدل ودار عجلة أخرى. وكاين سؤال واحد آخر على العجلات تيسولوك على العمر الافتراضي للعجلة، خصك تقول لهم 30,000 كيلومتر. في هاد الحالة وصلنا للنهاية ديال الفيديو، متنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يوصلكم كل جديد.